معالي الشيخ، بخصوص منشآت النادي واللي تفضلت قبل شوي حكيت انها مرهونه للبنوك، في عندنا سؤال مشروع البناء النموذجي المنوي اقامته بغمدان، وين وصلنا بهذا المشروع؟ وشو المعيقات اللي قدام النادي انها تمشي بهذا المجال؟ يا سيدي انا ودي اسال سؤال. تفضل. هذه انديه الوطن، الانديه كلها في تمييز بين نادي واخر، بس انا ودي اسال، الحكومه ما عليها واجب لدعم الانديه؟ بدعم الانديه اكيد عليها واجب. انا يوم كنت عضو في مجلس نواب 1989 وكان رئيس الحكومه ايامها مدر بدران الله يطول عمره، كنا نبحث هذه الامور وكان يقدم دعم للانديه بهذاك الوقت. في هذاك الوقت. اليوم النواب فيهم اعضاء كثيرين بالانديه، وش قاعدين يقدموا؟ احنا سمير قعوار ما هو نجح معي بالانتخابات، ما هو ناشي اني كنت انا وياه اخوان، قاعد يقدم دعم للنادي. في ناس يقول لك ودي اقدم دعم للنادي بس لا اجيب سيره اسمي. الله يبارك فيك. يوعدونا زياد الشويخ، تعرفه؟ تسمع به؟ نعم طبعا. زياد الشويخ ملياردير، العقبه كلها له. قلت له يا زياد انا صرت رئيس نادي ودي دعم منك. قال ابشر يا ابو بكر، هذا الحكي من شهرين. طيب هذول التجار الكبار ما يعرفوا اذا انه قدموا دعم للنادي انه ينخصوا من الضريبه اللي عليه؟ لا الكل بيعرف. طيب وليه ما يقدموا؟ تجار البلد يعني في مبادرات من النادي اصحاب فولفو، عيال عاشور، هم الله يرحم رفعت عاشور، هو رفعت؟ نعم. هو من احد مؤسسي النادي. صحيح. وليه ما يدعم النادي؟ الشركات الثانيه انا ما ودي اطلب للفيصلي بس، انا اطلب يدعموا الانديه كلها. انا اسالك عن رئيس نادي وحدات دكتور فهد البياري. دكتور فهد احترمونا، وانا اعتقد انه مجال التعاون بيني وبينه اكثر من اي رئيس نادي مجال الوحدات. احترمه واجله. يعني علاقات في تشهد مزيد من التطور بين الفيصل والوحدات. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. معالي الشيخ، في اي شيء بتحب تضيفه ما حكيناش عنه او توجه كلمه لموقع عشاق الفيصل نت؟ والله شو خليني اقول لك انا في بعض احيان قاعد اسمع مشبات على اداره النادي الفيصلي في محطتنا،
انا ما احب المشبات. انا باكد لك مسبات ما في معلش. لا في. خليني اقول لك، انا احب التوجيه. اللي عنده توجيه يوجه الاداره. بس توضيحا، المقصود بمحطتنا محطه قناه الفيصلي، هذا القصد؟ نعم. وجد دكتور علي نعم قال لي اجلام اللي انت حاطهم هم الشباب. هذه هذه قاعد احكي ويسمع الدكتور. انا ودي المشبات، انا ما احب المشبات، انا مو واحد يشبني صحيح ولا يشب اداره النادي الفيصل. انا احب التوجيه، احب الانتقاد الايجابي، الانتقاد الايجابي ايجابي. اما المشبات انا ما احب. هاي رساله للمحطه، رساله لك لموقع فيصل نت. انا شايفها انها قاعده تقوم بالواجب الملقى على عاتقها، وانا شاكر لها واتمنى لها التوفيق، واتمنى لها انها تمشي على الخط هذا. مثل ما قلت لك، انا ما ودي مو بس على النادي الفيصلي، ما ودي اياها على الادارات الانديه الثانيه. هذه وحده. كلمه اخيره لي، تفضل. انا اتوجه للحكومه، اللي هي حكومه سيدنا، واتوجه لمجلس النواب. كثير سمعنا في مجلس النواب شكروا النادي الفيصلي وشكروا نادي الوحدات. ما يقدر واحد بالأردن كلها يقدر يشكر نادي الوحدات والنادي الفيصلي غير شخص واحد، اللي هو الملك عبد الله الثاني. ده سيدنا. نعم. والملك عبد الله الثاني ما يشكر أكبر الناديين بالبلد. رياضي قبل لا يستلم أجمان دلالة الملك حسين الله يرحمه كان هو رئيس الاتحاد. واكيد جلالته بيعرف شو قدموا الناديين للكره الاردنيه. طبعا يعرف. اكيد. مره استقبلنا فريق لما انا عارف على بطوله اسيا الثانيه يوم خذيناها، لقيته قدامي قال ابو بكر انا سابقك كرئيس اتحاد. وفاق سطيف. ها؟ وفاق سطيف. قال شايفني انا سابقك بالمطار. قلت له ما السمو ولا امير، ما انت دائما سابقني بكل شيء. واتمنى للحكومه، الحكومه ما هي عاجزه، لو خصصت لها مليون دينار لدعم الانديه بالممتاز. نعم، بالمحترفين. اتمنى لكم التوفيق واهلا وسهلا فيك. معالي الشيخ شكرا لك، وسعيدين جدا بلقائك على الفيصل نت، وان شاء الله هذا اللقاء يكون فاتحه لقاءات ثانيه قادمه بكل مفترق طرق امام الفيصل نت، امام الفيصلي. راح ان شاء الله يكون الفيصل نت موجود معكم. احنا موقعنا دائما مع العمل الصحيح، وين في عمل يحتاج الى شكر في ثناء راح يكون موجود، وين في عمل زي ما حضرتك تفضلت معاليك تفضلت انه بدنا انتقاد، ان شاء الله راح يكون الصوت اللي دائما بيحكي الواقع كما هو بدون تجميل. شكرا لمعاليك مره ثانيه واهلا وسهلا فيك. اهلا بكم، حياكم الله. مع السلامه.